صباح الخير. أنا عايزة أبدأ واحدة واحدة وبسرعة، يعني الاتنين. حاليا الساعة 6:10. أنا بقى نمت امتى، صحيت امتى، أنا رايحة فين، فده حوار وهنتكلم فيه طول النهار. أنا نايمة الساعة 3:28. ليه بالظبط؟ عشان لو بصيت في الساعة وقلت بقى على ما أروح في النوم وأبقى عارفة أنا رايحة الساعة كام في النوم ومش عارفة ايه وبتاع. فاللي هو باحاول بقى اللي هو يالّا متفتحيش تاني، أيوه، وكان الmakeup ده لونه حلو وهيليق عليكِ وكان مش عارفة إيه. حرفيًا بادّي لنفسي تأهيل نفسي إن أنا أروح في النوم بطريقة ما تخلّينيش أتوتر. أنا حرفيًا كل نُص ساعة باقلق أو باتخض أو ب كده، فاهمين أنتم؟ وبعدين دخلت الحمام من شوية على الساعة كانت 5:30 تقريبًا، فاللي هو يا لهوي أنا كلّها نُص ساعة وأصحى. حاولي تنامي، حاولي تنامي. تجيني مكالمة من حتة جربانة جنى ده أنا هنكسرها 35 مليون حتة. وهو أصلا يوم المستشفى بالنسبة لي بيبقى صعب. الفترة اللي فاتت كلها كنت في المستشفى. قعدت من الاتنين، من الحد الساعة 3 الفجر. أنا اتحجزت داخلة الغرفة بتاعتي، نايمة في الغرفة بتاعتي الساعة 3 الفجر. اتحجزت لحد يوم الاتنين اللي فات. لأ، كان الحد اللي فات، يعني يعتبر من الحد للحد أسبوع. بس أنا داخلة جوه الغرفة الساعة 3 الفجر. فاللي هو ده كان جديد عليا النهاردة الساعة 2 كده. النهاردة الاتنين كده مش الحد. فهو حوار ورخم. بس في كام حاجة أنا عايزة أوثقها. أنا بادئة بدون افكتد خالص، سيبكم من حواجبي، هي حواجبي مش بالبشاعة دي عموما، ولكن هي مش كده. المشكلة كلها عندي في الحتت دي. أنا الحتت دي فيها حاجات غريبة، يعني الله يبارك له التيك توك، بس أنا فعلا أنا محتاجة أوثق الحتت دي ضروري. ليه بقى؟ عشان دي انتكاسة. في كده حاجة بتحصل كل سنتين مع الذئبة. يعني أنا لما تعبت، أول ما تعبت أصلا كان 2020. كانت الفكرة كلها في الهيموجلوبين، إن الهيموجلوبين 5، يعني كان 7، 5، 6، 5 مع الأيام مش مع الشهور. فاحنا كان كل تركيزنا على الهيموجلوبين. دلوقتي الصفايح 16، فاللي هو أنا أصلا ما عنديش نسبة تجلط وعندي نزيف داخلي، وأنا ما كنتش عارفة إن أنا عندي نزيف داخلي. فإحنا قعدنا نجري إن إحنا نعلي الأنيميا وندي سيولة، لإن كان عندي صفايح. كان عندي أصلا قصدي كان عندي تجلط. فأنا بعد ما جريت على التجلط وكنت باخد سيولة، حاليا أنا أصلا باخد نسبة تجلط، يعني نسبة صفايح. في الحالتين أنا بموت. أنا عندي هنا انتفاخ. بطني عاملة زي ما يكون فيها بالونة كده بتعمل طوب. مش عارفة أقف على رجلي. أنا حقيقي كل حتة في جسمي بتوجعني بتتألم. فأنا عايزة أوثق ده كتاريخ. ماشي، شكرا تيك توك على الإفكت، بس أنا عايزة أجيب وشي، أنا عايزة أجيب وشي. مش عايزة. استنوا أهو. كل ده بقى. لا الألوان دي صعبة عليا أوي. هنا في شوية حبوب، ومش مش طبيعية، مش حبوب اللي هي حب الشباب والكلام دوت أو دهون. حبوب غير طبيعية بالمرة. أهي. فكل ده مش مريحني. أنا حاليا عايزة أعمل روتين آه، مع المشكلة، ومش عارفة أتصرف. كل حاجة في دماغي واقفة. بجد كان نفسي أنام. مش هعمل أي حاجة غير إن أنا أقوم توكل على الله، نتوضى ونصلي ونبدأ روتيننا يوم طبيعي خالص، وهنتكلم في الحاجات دي فيما بعد. يعني مش ممكن ممكن ما اتكلمش وممكن اتكلم عادي. انا بتعامل على الصفحة ان انا بتكلم مع اللي في قلبي مع الوقت. يعني عندي وقت بتكلم، عندي كلام عايزة اقوله في ساعتها بقوله. فمش عايزة اطول، عايزة اكون بسيطة لان حقيقي الوقت متأخر. وامير ابن عمي زمانه جاي، وما اجاركم الله يعني من امير ابن عمي. اي نعم انا قادر يجي بدري ساعة عن الساعة اللي انا عايزة اكون فيها في المستشفى. انا معادي يكون 8:15، قلت له عايزة اكون هناك 7:15. بس انا اصلا ما جهزتش والساعة 6 وهو خلاص بيتحرك. انا اتصدمت لما لقيته بيتصل بيا، اللي هو انا لقيت دخلت الحمام، طلعت لقيته بيتصل.
عشان خاطري يسيبني انام، يقول لي وانا مالي وانا اللي رايحه المستشفى. فهو معاه حق، يعني انا اللي محتاجاه بصراحه. بعيدا عن ظروف كتير قوي محتاجه اتكلم فيها والله، كتوثيق برضو اللي حصل لي. انتوا عارفين ان انا توثيق عايش التوثيق. ف ربنا يقدم لي في الخير. مش عايزه اطول اكتر من كده، ونشوف يومنا بقى بيقول ايه. بصوا، انا هحاول اختصر بطريقه سريعه شويه. الساعه بقت 6:03. بدات اتوتر زياده لان فعلا بدات احس ان انا متاخره. ما علينا. انا جاتني مكالمه. آه، امير بيقول لي الكاوتش فيه 2 مسمار طاروا. يا جماعه هي دي حنه بايظه. ماشي. في 2 كاوتش طاروا، وهو مش هيعرف يجي وانا هتحرك لوحدي. بعيدا عن ان انا حطيت افكت، بس عشان انا برضه قلت ان انا اقول لكم ان انا قلت خلاص كفايه بقى، احنا عرفنا الناس ان احنا وشنا بايظ، ولكن خلي شكلنا مظهر عادل شويه عشان نعرف نتعامل. اليوم طويل. ف امير مش جاي. مشكلتي في النزول. بفضل الف 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 الف. امير لما هنا بيصربعني، فببقى خلاص انا فاهمه ان انا مش هنسى اي حاجه واللي ورايا مهم. انا دلوقتي المشكله ان هتحرك لوحدي بس والله التوتر خليني مش قادره اتنفس. بص، انا عايزه اشرب شاي وافطر. مش فطور كامل، يعني شاي مع عيش كايزر. بص التوتر عامل فيها ايه. مع عيش كايزر كده انا جايبه امبارح، مع اصلي الفجر والبس. هحاول ابقى سريعه. بس ايه، ممكن اخد لكم مقتطفات يعني. مش يبقى بالتيتلز اللي بنعملها كل مره في الفطار في البيت، في الميك اب، في اللبس. ممكن نبقى مع بعض باقل التفاصيل. انا معرفش هعمل ايه. متوتره جدا، متلخبطه جدا، قلقانه جدا. مش عايزه انسى الاوراق، يعني دي نقطه بالنسبه لي مهمه قوي. مش عايزه انسى الاوراق وانا ماشيه. بصوا اللبن. جبت اللبن. قلت لكم قبل كده احنا لينا طريقه معينه، بنحط نص كوبايه 3/4 كوبايه الميه، وبعدين بنحط شويه لبن كنكه كده ثواني. بعيدا عن الكنكه المخرومه دي، بس هو بالظبط ده اللي بيتعمل. بيبقى 3/4 كوبايه ميه وفيها شويه لبن. بعد كده بحطها في الكنكه. بعد كده بحط عليها ايه، معلقه شاي، وبحطها على النار. نصلي الفجر. بعدين نرجع نتعامل. انا صبيت الشاي، وعلى فكره اتاخرت قوي، فهرجع لكم اقول لكم. لحد دلوقتي مش متأكدة هلبس طرحة بيضة ولا هلبس طرحة سودا ولا اخفيكم سرا. كنت عايزة اخليه يبقى فيه شكل كيوت كده، وعاملة فاتحة البتاع دوت الكايزر، وحاطة جبن او حاطة اي حاجة، وعاملاها مع كوباية الشاي اللي هناك دي. حرفيا انا موترة نفسي زيادة عن اللزوم، وقافلة المروحة ومعيشة نفس الدور اللي هو انتي اتأخرتي، انتي اتأخرتي. واصلا الساعة 7:10، وانا معادي هناك 8:15. يعني قدامي ساعة ونص. ساعة ونص. وانا لبست ومكياج وصليت. بس تقولي صليت مش مكياج. هنتمكيش بقى. عايزه ميك اب هادي، خصوصا ان انا اصلا مهتمه قوي ان انا ما احطش اي حاجه على وشي بسبب البتاع ده. بالمناسبه انا مش كل يوم بغسل وشي بغسول. هو النهارده بس عشان خاطر الفيديو، لكن انا فعلا خايفه من الغسولات، خايفه من الكريمات، خايفه من كل حاجه. ان دي مش مشكلة وباعالجها. يعني أنا مش مسألة عندي مشكلة مثلًا وقررت إن أنا أعالجها، فبالتالي باغسل وشي بغسول. لأ، أنا already عندي مشكلة في الدم، فأنا باعالج حاجة أنا مش باعالج أصلًا. يعني أنا مش باتعامل معاه كمعالج، كغسول، يعني اللي هو مثلًا تنضيف مش أكتر. فأنا كنت خايفة أعمل تنضيف أخرب، كنت خايفة أعمل التهاب أكتر. ولكن الحمد لله بجد، الحمد لله أول مرة النهارده أشكر في الغسول ده. هو كل مرة باستخدمه بيطلع لي حبوب هنا، ولكن النهارده حقيقي حسيت ملمس وشي ناعم شويه، لان بجد عارفين الجلد المتقشر بتاع اللي هو المحروق بتاع المصيف ده، انا جلدي كده من هنا. فناعمه شويه الحمد لله. طيب ما علينا، مش هنعمل بقى الشكل الكيوت والطبقين او الطبق والكايزرين والمنظر اللي كنت بحلم بيه. بس يلا نتمكيش. يمكن احرك الكاميرا، يمكن ما اصورش اصلا، لاني انا محتاجه حاجات من هنا. ولا اخفيكم سرا، انا كركبت الدنيا كلها. على فكره الاوضه دي كانت زي الفل قبل ما انام. أنا الطقم ده، عارفين طقم المستعجلة اللي بيطلع في آخر 10 دقايق؟ أهو الطقم ده بالضبط طلع في أقل من 10 دقايق بكتير جدًا، لإني كنت مخططة لطقم. بعدين اكتشفت إن آخر يوم كنت في المستشفى فيه كانت ميار أختي لابساه. إيه التخلُّف ده! أنا كنت في العيادة من أسبوعين بالضبط، برضه كان يوم حد، النهارده مش الحد.
الحد اللي فات، لأ اللي قبليه، يعني من أسبوعين وكام يوم، كانت ميار لابسة لافندر، وأنا أصلًا باكره إن أنا أمّا أتحجز أطلع متوترة، اللي هو بانسى أنا كنت عاملة إيه أو عملت إيه أو هاعمل إيه، الخطط كلها بتتغيّر، لإني كتمة المستشفى مع مجبورة إنِّك تفضلي قاعدة في المكان ده، طب عايزة أطلع شوية هنا لأ، طب عايزة أنزل شوية تحت لأ، فالكتمة دي بتخلّيني بانسى أصلًا أنا كنت باعمل إيه في الروتين بتاعي الطبيعي، فأنا كنت ناسية إن مايار كانت لابسة اللافندر بعد ما كنت نايمة وخلاص أنا هاصحى ألبس الدريس اللافندر على البنطلون ده. مش عارفة باين والّا لأ بصراحة، لطيف. ليه بقى أنا أصلًا ماسكة في البنطلون ده؟ عشان الشنطة، عشان الشنطة هي لسه جديدة وأنا عايزة ألبس الشنطة الجديدة لإن شكلها ابن ناس وشكلها لطيف وشكلها cute كده وشبهي، والشنط اللي عندي تلات أرباعها يا مقطوعة يا إما أنا لبستها كتير أوي وأنا مش عايزة هو أنا قافلة معايا إن أنا ألبس الشنطة البيضا، هي قفلت معايا الضبة والمفتاح. ما تتريقوش يا جماعة عشان بجد الموضوع ده بيفرق جدًا. فعلشان هامسك الشنطة البيضا فقررت إن أنا هالبس البنطلون الأبيض، ممكن طرحة بيضا وممكن لأ، عشان أنا رُحت كاسرة الموضوع بده، لونه كتير كده، كتير، حاجات كتير أوي، ورُحت مدياه أسود، عشان ما جاش معايا الأبيض، كان أقصر من كده شويتين، فقُلت لأ مش هنلبس قصير على قمر، عيب يعني عيب، فرُحت مدياه أسود وقُلت الطرحة لو بيضا هات لي ولو سودا هات لي. النتيجة هتبان، إحنا بس دلوقتي يا إما نتمكيج، يا إما نلم الشنطة، يا إما نشرب الشاي، أيهما أقرب. بُصّوا أنا عملت إيه في السرير، يعني والله كان نضيف، بُصّوا المصلية صليت ورميتها، كبرتة كانت محطوطة هنا بتاعة النوم سِبتها، كنت هالبس اللافندر ده استنى، كنت هالبس ده، قُلت طب خلاص هالبس ده، قمت حطيت القميص ده، ما استلطفتش الاتنين، قُلت خلاص هالبس الجاكيت ده على القميص ده، يعني كده ما استلطفتش الاتنين، والطرحة اللافندر مجهزاه، بُصّوا لا، 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 يخرب بيت التوتر، يخرب بيت أم التوتر. واستنى امبارح أصلًا كنت هالبس ده، بعد ما لبسته وبعد ما جهزت لقيته مش ما استلطفتوش عليَّ، أنا نزلت امبارح بالمناسبة كنت باجيب يا لهوي يا جماعة ده موقف العلاج ده. بس عشان مش وقته، مش هينفع أعيط خالص في وقت زي ده، يلا نجهز المكياج. المهم إن أنا عايزة أوصل لكم معلومة إن أنا لو شغلت المروحة حرفيًا هيبقى في صوت طيارات وأفراح وأفلام وحوارات وحاجات كتيرة أوي، فلكم العذاب. أنا قاعدة من غير مروحة عشان أوثق، يا شيخة يخرب بيت أم توثيقك لبيت أم اليوم، اللي أنا قاعدة فيه ده جو حر أوي، أو مش حر بصوا بالعكس أنا حاسة إن أنا سقعانة ولكن يعني مية كتير مية كتير 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 موتراني فوق التوتر اللي أنا متوترة، وأنا أصلا لما بتوتر بعرق من كل حتة، بفضل بقى أجيب مية من كل حتة، تلاقوا شعري مليان مية، جسمي مليان مية، إيدي، وشي، فاهمين؟ اللي هو الموضوع بيبقى مش لطيف خالص، ولكن إحنا قادرين على التحدي والمواجهة وstrong independent woman. بس نور والله العظيم هنا في نور، بس برضه يعني الواحد مش هيسيب المستشفى بتاع 3 4 أيام ويرجع رمة، لأ طبعا لأ، تصرف وحش. عارفين اللي بيقول مش مهم المرمطة، المهم الاتيكيت ايه ال مش لازم والله ما أنا بس أنا بوطي ازاي والله والله العظيم شكلي مسخرة. بلاشر احنا حطينا بديل فاونديشن فولدكس، بالنسبة لي بديل فاونديشن. طب أنا ليه عاملة كده؟ ليه عاملة كده؟ عشان أنا ما بحبش أحط فاونديشن بالنهار، مبحبش أحط فاونديشن على الفاضي وعلى المليان، مبحبش أحط فاونديشن غير في المناسبات. تصدقي كمان أنا مبحبش الفاونديشن؟ لا 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 أنا بحبه، بحبه جدا كمان، بس في أماكن معينة يعني مش اللي هو مثلا أنا خارجة عندي فرح كبير مناسبة مهمة وقاعة بقى وإضاءة وسيشن وأقول لنفسي لأ مش هاحط فاونديشن أصلا، أنا مبحبش إن أنا أغير طبقة وشي يا جماعة، في إضاءة في سيشن في حاجات كتيرة جدا، لأ الإضاءة هنا مختلفة ولكن في المراية الجو مظبوط. كفاية كفاية كفاية، أنا عمالة أسرح واجبي بإيدي عشان أنا مش عايزة أحط عليها حاجة،
يلا نعملها. انا مش عايزه اعملها والله، هتبقى باينه قوي لان هي عريضه اصلا، هي اوريدي متبهدله. ابهدلها اكتر ليه انا بقى؟ ده اسمه فضا اخر النور، اخر التوتر، فضا اخر التوتر. الفيديو خلص وانا بعمل حواجبي بس كملتها ومش لازم اكملها معاكم. عندي مشكله، ده روج بينك، ده روج بينك، دي زبده بينك او بطيخي بس بتعمل لون، سيبكم من انها متمرمطه عشان الصيف. انا مش عارفه احطه من انهي. مش هي دي المشكله الحقيقيه، او مش هي دي المشكله بس. المشكله التانية ان انا عايزه احط كحل ابيض او اسود. الاسود عندي بيسيح هنا عشان مش الطف حاجه، ده مش اصلي فهو بيسيح. الابيض بيسيح والله. مختلفناش كتير، بما اننا مختلفناش كتير يلا، لان هيلي اكتر بصراحه، هينور عينيا، وخصوصا لان انا مريضه. لما بكون مريضه ببقى مقفوله قوي كده، فخلينا ننور شويه. هروح احط كحل في المرايه عشان بتوتر وانا هنا ومش ناقصه تضييع وقت. شفتوني بالكحل الاسود اموره قوي. مش هحط ايلاينر. ليه بقى؟ ليه؟ مش عشان بس ما عنديش ايلاينر او الايلاينر بتاعي نشف، عشان انا فاشله ما بعرفش احطه. هي الاخت اللي بتحطه لي، وانا لما بحطه بفضل اعمل كده وبعدين كده وبعدين ممكن تيجي واحده مش ناقصه تحط. هي مش ناقصه اصلا. المسكره بتاعتي من فتره كنت في فرح، العروسه العروسه ذات نفسها وهي بتمكيج الميك اب الحنه كسرت لي المسكره، وكانت انضف نوع سنيكرز مسكره جبتها في حياتي، فنشفت وباظت. فبالتالي انا مش عارفه استخدم مساكر تانية او مش عارفه اشتري مساكر تانية، لان انا اصلا دخلت في دوامه تعب ماما مع تعبي مع حاجات كتيره كده. فبالتالي هنروح نشحت مسكره يارا. فرق ان مسكرتي بلاستيك فانا بقدر اعمل كده براحتي، ما ببقاش قلقانه. ممكن ادمع، ممكن اتاوب، ممكن يحصل ايا كان اللي يخليني مثلا عيني تنزل دموع، ما ببقاش قلقانه خالص، ببقى مطمنه مليون. انا عيني مش هتبقى شبه الباندا. ميارا مسكرتها فحم لان عيونها حساسه ما بتستحملش البلاستيك والرموش بتقع. مع ان الرموش برضو بتقع، هي مش كثيفه ولا حاجه، ولكن انا برتاح عليها حتى وان كانت الرموش بتقع. انا بحب البلاستيك، ما بتكسفنيش قدام الناس يا جدع. فهروح احط الفحم وربنا يستر، لان انا لما بنزل الصبح بدري والعربيه بتاعه الاوبر او ايا كانت العربيه ولو جت شويه هوا على عينيا كده بيحصل حاجات كتير. احنا هنحط روج. مش عارفه، حاسه ان في حاجه في الجناب. الاحساس ده هنا بس. الواي فاي عمال يقفل ويرجع يشتغل، يقفل ويرجع يشتغل. هل ده معناه عشان انا نزلت فيديو وبكمل فيديو، ولا عشان معناه ان انا ممكن بدخل المطبخ وبرجع من المطبخ؟ او اوريدي انا دخلت المطبخ من بدري قوي. انما انا ما شربت الشاي وحطيت الروج والروج بيطبق على الشاي وقدام وقت على ما ينشف. والله اللي هيفرق معايا. يلا عشان اتاخر. نسيت حاجه مهمه، نكسم. لا لازم تظهر والنبي عشان خاطري. اعملوها بالعكس. لو حبيت تعرفوا مطهر معوي، آه مش عايزه اتكلم عنه، بس هو مطهر معوي هو وكونتر لوك. تمام. كونتر لوك بالنسبه لي اما استخدمته ريحني جدا. بس انا لما اول ما رجعت من المستشفى وجيت على البيت، انا ما كنتش جايبه اي ادويه، ما كنتش عامله حسابي على اي حاجه نهائي. انا كل اللي انا عملته طلعت شديت انا وجوزي، شديت مع ابويا بعدها على طول عشان واقف جنب جوزي. فكل اللي انا عملته ان انا قعدت اعيط لحد ما نمت. تاني يوم بعد كده صحيت من النوم لا ده موجود ولا ده موجود وانا ما جبتش ادويه. اللي كان متاح عندي في البيت نكسم بس بامانه هداني. انا كنت بموت في فطيره البيض بالزيت بالزبده والبسطرمه، قصدي البلو بيف. مت اقسم بالله كنت بموت. استنى. انا ما بشربش الدواء غلط. انا مش هحط البرشامه في بقي تفضل قاعده تحط مرارتها براحتها بعدين اديها شويه ميه يزحلقوها. لا انا بديها شويه ميه. عارفين انتوا اللي هو زحليقه، هي نزلت زحليقه.
لو كان عندي وقت وهكمل، يعني هشرب الشاي وهاخد الكايزر هنا، هشرب دول برضو انا عايزه اوصفه. اسمه كاليبس او حاجه زي كده، استنى. مش عارفه اسمه ميثو ايه، ميثوبوجين. ما علينا. الادويه دي انا نزلت علشانها امبارح لاني كنت بموت، قصه حزينه، قصه حزينه والله. انا مش عارفه ايه اللي فاضل. هروح اجيب المسكره وهلف الطرحه وهي جايه مع الطرحه السوداء قوي. حاسه مخلياني هاني في نفسي كده. الاوراق اللي كنت عماله اقول لكم مهمه قوي، مش عايزه انساها، يا رب ما انساها. التحاليل دي مهمه، التحاليل دي لا. ورقه العلاج، ورقه العلاج اللي قبلها، ورقه الخروج. كده مهمه قوي. المهم يعني ان اللوكشه دي هي المهمه اللي انا المفروض اروح بيها، قصدي المستشفى. دي لا. بصوا المنظر ده، بيئه قوي، بيئه يعني، بيئه مش هزار. مهمين جدا، غير دول ما تدخلش المستشفى اصلا، يعني ما تدخلش عندها العياده. اوراق اوراق اوراق. الشنطه بتاعتنا اللزوزه اللي احنا اصلا مقررين عليها طقم، مقررين طقم كامل على شنطه. بصوا انا معرفش ليه، انا مش من الناس اللي بتغسل وشها كتير في الشارع. كنت زمان بامانه مش هكدب عليكم، كنت دايما بغسل وشي في الشارع. بس لما كبرت لقيت لا، المنظر مش بيبقى لطيف خالص. احنا اي تويليت كده نخش وبعدين نغسل وشنا، وبعدين بيبقى في حاجات كتيره بنبقى سايبينها في البيت، ما بنبقاش واخدينها معانا، زي ديودرنت، زي سوري ديودرنت ايه، زي الغسولات، زي الفرش، زي حاجات كتير. وخصوصا بقى اللي هو مثلا مناديل او فوطه خاصه بالوش. فلما كبرت استوعبت ان ده مش حاجه بسيطه ان احنا نعملها كده. انا مش قاعده مثلا طول النهار، ده كلها 3 4 ساعات مروحه. انا مش في جامعه مثلا قاعده 6 ساعات، لا. فالمهم انا ما بقتش بغسل وشي كتير في الشارع. تقولوا لي ليه بتاخدي معاكي الكريم بدل الفاونديشن معاكي في الشنطه؟ اقول لكم ما اعرفش. تاخدي ليه الماسكارا؟ ما اعرفش. تاخدي ليه الروج؟ لا ده بقى بالذات بعرف، لان انا باكل في الشارع، اكيد بتعرض لاكل كتير، فبالتالي بيبقى اهم حاجه معايا بتكون الروج. بصوا، البت يايا جايبه معاها روج، مش روج، اسمه ايه، ليب جلوس تحفه، تحفه تحفه تحفه، وعنده ثبات حلو قوي. انا حطيته كتست، تاني يوم لقيته لسه على شفايفي. فانا ان شاء الله هبقى اشتري واحد، مش هستخدمه من عندها كتير، لان هي قلت لكم قبل كده ان هي من نوع ما بتحبش تسلم حاجاتها كتير لحد. يعني حتى هي قالت انا ما بحبش ان انا ادي حاجتي لحد، مع ان هي بتاخد وبتقول انا اقدر اخد، لكن ما اقدرش اسلم حاجتي لحد، بتضايق. فمش هستخدمه من عندها كتير. بس براند لا، حلو، حلو. واحد يقول لي ليه واللي عليه. بصوا الفلوس، مفتاح، بطاقة العلاجية، بطاقة الشخصية، استنى والنبي استنى. الفلوس، البطاقة العلاجية، البطاقة الشخصية، المفتاح. مش هاخد المفتاح حالا صح؟ الأوضة بقت ظهر، الأوضة بقت ظهر الساعة 7:15. مفتاحات، ماشي. الفلوس، المفتاح، البطاقة العلاجية، البطاقة الشخصية، الورق بتاع الإشعاعات والأدوية، ماشي. أي إكسسوارز بقى. أنا لقيت دي عند يارا، جبتها. مش عارفة، حاسة ان انا يارا النهاردة في نفسي، بس عادي ولا يهزني. برنسس اوي، امور، انا واثقة. طيب الشوز، مش عايزة البس كوتشي لان الكاوتشات كلها متوسخة، وكذا مرة اقول هغسلها بس ببقى مش فاضية لها او مش فايقة لها او بنساها. مش عايزة البس هيلز لانها بتوجع رجلي.
اخترعوا لنا حاجة نلبسها جديدة يا جماعة، لإن الهيلز بتوجع رجلي والشوز الكوتشي متوسخ، فاخترعوا لنا حاجة زي مثلًا نمشي بسليبر. يا لهوي! يا لهوي! نروح المستشفى بسليبر هنبقى أوامير أوي. استنوا أنا هاجيب دبابيس. أمير اتصل من شوية كان عايز حاجة، أنا بصراحة افتكرته بيستعجلني عشان الساعة بقت 7:15 زي ما أنا قُلت له اللي هو المفروض أكون هناك 7:15، اللي هو أنتِ فين؟ يا جماعة أنا بقى لي كتير أوي باعمل فيديوهات ومصحف وباعمل حاجة مفيدة يعني اللي هو بارغي. بجد مش عارفة ألبس أنهي هيلز والموضوع ده معصبني. يلا ننزل يلا ننزل، مش هنلبس سلاسل بصراحة لأ يعني، خلينا هاديين شوية عشان أنا أصلا مش طايقة نفسي، جعانة. أنا لسه مطلبتش عربية. لا أخفيكم سرا، أحيانا العربية بتاخد ربع ساعة، أحيانا بتاخد 3 دقايق، خلينا نكون صادقة. فأنا هروح عند بابا عشان الشقة البابا هناك عند الواي فاي التاني، هنستنى بقى، احنا هنستنى سوا. هتابعكم بالساعة بالمرة برضه، وانا هناك هكون بلبس الشوز اللي ربنا هيقدره في رجلي هيجي هلبسه. انا مش قادرة افكر، انا فعلا مكفيني. الساعة دلوقتي 7:23. هنروح هناك نشوف الساعة بقت كام واحنا بنطلب، بعد ما نطلب يعني. مش عايز اثبت ليه، نسيت حاجة مهمة. انا جايبة بتاعتي بقالها شوية، مش عارفة اسمها ايه بس هي حلوة.